ليلى زاهر وهشام جمال أجدد عروسين في الوسط الفني وترند اليومين دول. ليلى أحمد زاهر البكر الرشيد المسلمة زوجتها لك يا هشام. وبعدين قلت ايه دي هتعرف تعمل الدور دي ولا دي غلبانه، شكلها غلبانه قوي. يمكن انا كنت بحس بحاجات انا مش عارفه هي ايه، بس يمكن كنت بحس بحاجات. هشام في 1 2 3 4 بيحصل، فانا قلت لهم ايه. من اول مره ظهرت ليلى زاهر مع هشام جمال في مسلسل في بيتنا روبوت، والناس ابتدت تلاحظ حاجه، كيمياء ما بينهم، نظرات وضحك، وبعد كده بقوا بيظهروا مع بعض كتير، بس ما كانش فيه اي تصريح رسمي. ده ايه النشاط ده كله بس؟ سبحان مغير الاحوال. امال كان مالك امبارح؟ هي دي حاجه مضايقاكي مثلا؟ عادي يا ساره، انا قلت بدل ما اخلي ضغط الشغل يحط عليا احط انا عليه واشتغل اكتر. طب والله العظيم يا حبيبي برافو عليك، فرحتني. وكل شويه اشاعه تطلع، دول مرتبطين، دول بيحبوا بعض، لا هم اصحاب بس، لا هي بتمثل معاه، وهم نفسهم كانوا بيقولوا على بعض احنا اخوات بس، لا بجد اخوات يعني. لحد ما جه اليوم اللي قلب الدنيا، وانا هنا بتكلم عن الفيديو اللي انا عملته وقت قرايه فتحه هشام وليلى. كان في شويه صور كده منتشره عند ويدنج بلانر على انستجرام، الصور دي مكتوب فيها هشام وليلى، ومصورين جوه بيت ومتعلق على الحيطان صور احمد زاهر، فاكيد كان لازم اخمن ان ده قرايه فتحه هشام وليلى، وعملت الفيديو الشهير. وده كان في أواخر سنة 2023 وتحديدا في شهر ديسمبر. وفي أول يناير 2024 هشام جمال وليلى زاهر فاجئوا كل الناس إنهم فعلا قروا الفاتحة من فترة. وكتب هشام جمال الحمد لله 2024 بدأت بخبر حلو، قراية فتحتنا تمت وإن شاء الله الخطوبة قريب. ليلى كمان شاركت الصور والكل فرح بيهم جدا، خصوصا إنهم كانوا دايما محبوبين من الجمهور، والكل قال أخيرا. وأول ما نزلت صور قراية الفاتحة الدنيا اتقلبت حرفيا على السوشيال ميديا، الناس كلها كانت بتبارك لهم، والكومنتات كانت مليانة حب ودعوات، احلى كابل في الوسط الفني، احنا مستنيين الفرح، ليلى طالعه كانها سندريلا. يعني حتى اللي كانوا مش متابعينهم قوي اتشدوا وابتدوا يدخلوا يشوفوا الصور ويتكلموا عنهم. الجو كان بسيط وعائلي من غير دوشه او تغطيه اعلاميه، وعائله احمد زاهر كانت قمه في السعاده. ومن بعد اعلان الخطوبه بقينا نشوفهم مع بعض في مناسبات كتير، سواء في عروض خاصه او حفلات او حتى صور شخصيه، والكومنتات بينهم على انستجرام دايما لطيفه وبتدل على حب كبير. ورغم ان في ناس اتكلمت عن فرق السن ما بينهم واللي هو حوالي 10 سنين، بس ده اصلا مش سن يا جماعه، وباين جدا ان في تفاهم وحب ما بينهم. بس تفتكروا بقى ليلى وهشام ابتدوا يحبوا بعض من امتى؟ فبعد قرايه الفاتحه على طول ظهر ليلى وهشام مع صاحبه السعاده، والحلقه دي الجمهور كله كان مستنيها عشان يعرفوا امتى بدات قصه حبهم وليه كانوا بينفوها بالشكل ده، خصوصا انه كان باين من زمان يعني انهم بيحبوا بعض، وتحديدا من اول ظهورهم في مسلسل في بيتنا روبوت، سواء الجزء الاول او الثاني او حتى ظهورهم مع بعض على السوشيال ميديا او الاغنيه اللي اخرجها هشام لليلى. المفاجاه بقى والمفارقه كمان ان هشام وليلى اكدوا ان ما كانش في ما بينهم اي حاجه في الوقت ده كله، وان مشاعرهم لبعض ابتدت تتحرك من فتره قريبه جدا. اما كل اللي قبل الفتره دي فكانوا صحاب واخوات بجد، وقالوا احنا متاكدين ان الناس مش هتصدقنا بس هي دي الحقيقه. والله العظيم ما كان في حاجه، واحنا هنا والمره اللي فاتت واقفين بنغني بعد المسلسل الاغنيه اللي هي في شي مكان، اللي هي اغنيه رومانتك ونزلت وكده وطلع اشاعات ساعتها، اقسم بالله ما كان في حاجه. فكرتهم اسعاد يونس بالحلقه اللي عملوها معاها من فتره وغنوا فيها اغنيه رومانسيه، والناس وقتها قالوا بس دول مرتبطين. ورد هشام وليلى زي ما قلت لكم انهم في الوقت ده بجد كانوا صحاب وبس، وان الجمهور حب وجودهم مع بعض على الشاشه وطلتهم، ففسروا الامور غلط. وكلنا عارفين ان احمد زاهر كان رافض تماما ان اي بنت من بناته تتجوز، واعلن الموضوع ده كتير في برامج كتير قوي. الناس برضو كانت حابه تعرف رد فعله ايه لما هشام اتقدم لليلى، وسالته اسعاد يونس عن رد فعل احمد زاهر. قال لها احنا كنا متفقين نتقابل في النادي الاهلي ونقعد مع بعض شويه، وفعلا اتقابلنا، وفجاه هشام قال له واحنا هنعمل ايه في موضوع ليلى؟ فاستغرب احمد زاهر وقال له هو ايه موضوع ليلى؟ فطلب هشام ايدها منه، وبعدها احمد زاهر اتفاجئ جدا وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، وقال له هو الموضوع ده بدا امتى؟ فاعترف له هشام انه لسه بادئ من قريب جدا، وقعدوا يتكلموا مع بعض اليوم كله، واحمد زاهر وافق. اتكلم عادي جدا جدا عادي، وبعدين قمت قايل له طب واحنا هنعمل ايه في موضوع ليلى ده بقى؟ لا والله وانت بتاكل الاسكالوب؟ كنا كان اسكالوب ومكرونه. خلصنا اكل النادي احنا فقام قال لي ايه موضوع ليلى؟ ايه وهو بجد مش فاهم انا هتكلم عن ايه، مثلا عمل فني جديد ولا ايه؟ قلت له في حاجه كده عايز اتكلم معاك فيها. فقال لي ايه؟ قمت قايل له بقى يعني شويه حاجات في كذا كذا كذا. فطبعا اول سؤال ساله لي قال لي الموضوع ده بدا امتى؟ ووضح هشام ان احمد زاهر كان دايما بيقول كده في البرامج علشان خايف على بناته، وخايف ان الشخص اللي معاهم ما يكونش قد المسؤوليه، لكن لما انا قعدت معاه وشرحت له كل حاجه اطمن لي ووافق على الخطوبه. بس الكلام كان كده انك انت بتقنعه بمنطق الجواز، ده منطق انه ما يخافش عليها، لان هو مشكلته الرئيسيه انه خايف عليهم. هو بيحبهم قوي وخايف عليهم،
فعشان كده هو هيز بروتكتيف بالدرجات دي. وجه بعد كده السؤال اللي الناس كلها برضو كانت مستنيه اجابته، ليه ليلى وهشام ما كانوش حابين يعلنوا قرايه الفاتحه وما اعلنوهاش الا بعد ما الموضوع انتشر على السوشيال ميديا؟ واكيد انتوا عارفين مين السبب في انتشاره. انا بجد ما كنتش اعرف انهم مش عايزين يعلنوا، انا مجرد كنت بخمن. هشام قال ان الموضوع كان مجرد قرايه فاتحه وكان عائلي جدا، وكنا مستنيين الخطوبه اللي كانت هتتعمل بعدها في نفس السنه في الصيف وكنا هنعلن. واتفاجئ ان ليلى بتقول له انها طلبت من مجموعه ناس مصممين ديكور وحاجات زي كده انهم يعملوا لها حاجات في البيت. واستغرب وقال لها ليه؟ ده مجرد تعارف بين العيلتين يعني مش اكتر. فقالت له مجرد ديكور بسيط وخلاص وشويه كيترينج وكده. احنا قلنا هنعمل قرايه الفاتحه، وبجد الموضوع كان مقتصر على اسرتها واسرتي فقط لا غير، ابويا وامي واخويا ومرات اخويا وولاده وهي اسرتها وجدتها وكده. وجدتها فكانت المفروض دي البلان. فانا ليله قرايه الفاتحه بكلمها، فعرفت كده ان في تحضيرات، في حاجه بتحصل. فقلت لها ليلى احنا متفقين ان احنا جايين اسرتين نتعرف، مفيش حاجه. قالت لي لا دي حاجات بسيطه كيترينج بس، شويه اكل وشويه حاجات بسيطه قوي يعني كده. قال كمان ان الناس اللي ليلى عزمتهم عندها في البيت صوروا البيت من غير اذنهم ونزلوا الصور دي، فالجمهور اللي هو انا يعني بين قوسين خمن ان دي قرايه فتحتهم، وان انتشر فيديو على التيك توك ومن ساعتها الموضوع اتعرف. يا جماعه معلش نسيت اقول لكم ان انا الفيديو اللي على التيك توك. خلاص انا بس كنت فاكراكم نسيتوا. وساعتها هشام وليلى اضطروا انهم يعلنوا، وكان المفروض هتتعمل خطوبتهم في الصيف. ولو انتم مش فاكرين فانا برضو اول واحده على السوشيال ميديا قلت لكم على ميعاد خطوبتهم، بس للاسف الخطوبه دي كانت في وقت وفاه المنتجين الثلاثه بتوع الشركه المتحده. فبعد ما خلاص كانوا جهزوا كل حاجه اضطروا انهم يلغوا الخطوبه، او يعني عملوها عائليه جدا ومفيش اي صور انتشرت. والسؤال التاني اللي سأله الجمهور هو ليه أول أغنية يعملوها بعد قراية الفاتحة تبقى أغنية حزينة، أغنية أمور بسيطة؟ فكان ردهم إن الأغنية دي شغالين عليها من زمان من قبل قراية الفاتحة، ومش دي الأغنية الوحيدة وإن في غيرها، وتحدد وقت نزولها من زمان. وزي ما قلت لكم هم أصلا ما كانوش هيعلنوا الخطوبة دلوقتي وأعلنوها فجأة، فكان لازم ينزلوا الأغنية في التوقيت المتفق عليه. وكتبوا عليها وقتها إن الأغنية دي مش بتعبر عن حالتهم دلوقتي عشان الجمهور ما يفسرش حاجة غلط. وفي باقي حلقتهم مع صاحبة السعادة غنى هشام وليلى أغنيتهم وأغاني تانية. وكلنا طبعا عارفين قد ايه اسعاد يونس بتحب هشام جمال وبتعتبره زي ابنها بالظبط. ووقتها عملت لليلى اختبار في الطبخ كده وقالت لها انا هختبرك عشان انا زي حماتك، هشام ده زي ابني. ومن كام يوم هشام وليلى كتبوا كتابهم. معلش ثانيه واحده برضو، مين اول حد قال لكم على الموضوع ده؟ لا ما تنكروش انا اول حد. والحفل كان مبهج جدا وحضروا عدد كبير من النجوم. ليلى لبست فستان دانتيل انيق وبسيط، وهشام لبس بدله كلاسيك شيك جدا. اللحظه المؤثره بقى في كتب الكتاب لما احمد زاهر ما قدرش يتمالك دموعه وفضل يعيط، وده كان أكبر دليل قد إيه هو فخور وسعيد ببنته وهشام العريس. هشام جمال الراجل المبدع بمعنى الكلمة، منتج مؤلف مخرج مغني، وأسس شركة روزنامة للإنتاج الفني وهو عنده 16 سنة، وتعاون مع فنانين كبار زي دنيا سمير غانم. لا لو قعدنا نتكلم عن إنتاجات ونجاحات شركة روزنامة هناخد وقت كتير جدا. هشام دايما له ستايله الخاص المختلف في كل حاجة بيعملها، أفكار جريئة مجنونة مش شبه أي حاجة قبل كده. أما ليلى زاهر بنت الفنان أحمد زاهر اللي اتربت على أيدينا كلنا من أيام عمر وسلمى، كلنا حبينا ليلى من أول مرة شفناها على الشاشة، ثم لما ابتدت تكبر اختفت شويه ورجعت تاني في فتره المراهقه، ورجعت لنا بشكل اكبر وقت الكورونا وتحديدا وقت فيديوهات التيك توك. خلاص لا هتعمل له بلوك. برافو هتجنن ان انا عملت له بلوك. ايه انا قلت لكم كده، والله انا قلت لكم كده. الناس ابتدت تلاحظ قد ايه ليلى دمها خفيف وفيديوهاتها جميله جدا وبتضحك، وزي ما قلت لكم ده كان وقت الكورونا وكلنا زهقانين وكلنا قاعدين على التيك توك. ابتدى يجي لها فولورز كتير وصلوا الملايين، ومن هنا انظار المخرجين والمنتجين ابتدت تتحط عليها، ورجعت ليلى تاني للتمثيل. خلوني اقول لكم معلومه بقى، ان يوم الفالنتاين اللي بعد الخطوبه على طول شفنا احمد زاهر ابتدى يبين غيرته من هشام، فعمل فيديو ليلى وبيقول لها كل سنه وانت طيبه يا لولو، انا هجيب لك ورد عشان تعرفي ان بابي اكتر حد بيحبك، وكمان اول واحد يقولها لك. وعايز اقول كمان هابي فالنتاين لبناتي واحده وبالذات ليلى. احب اقول لليلى هابي فالنتاين يا ليلى عشان تعرفي ان بابا اول واحد يقول لك هابي فالنتاين. فرد عليه هشام جمال بستوري ضحك فيها وقال له فيما معناه انا اصلا بعت لها ورده على البيت يا زيزو، واعتبر المتابعين وقتها ان احمد زاهر ابتدى يغير من هشام وانه مش هيبقى حما سهل خالص. وفي الاخر قصه حب هشام وليلى بتعلمنا ان الاثنين اللي بيحبوا بعض بجد لازم هيوصلوا لبعض في الاخر. حب بدا من كواليس الفن وكمل معانا لحد كتب الكتاب في جو كله دفء وبساطه. هم مش بس كابل ناجح، هم شركاء في الحلم، وناس كتير شايفين فيهم صوره حقيقيه للحب الجميل
اللي ما فيهوش تمثيل ولا شو، فيه بس احترام واحتواء. فيا رب أيامهم كلها تبقى سعادة ونشوفهم قريب في الفرح. والجمهور كله مستني يشوف أول عمل فني هيجمعهم بعد الجواز، ووقتها هنقول دول مش بس كابل ناجح في الحياة، لكن كمان كابل فني ناجح جدا.